طب ليه بهية؟ قال له بهية هي الست المكافحة اللي وقفت ورا ياسين البطل ضد الباشا الإقطاعي الظالم اللي قتل ياسين الفارس ظلم وافتراء. ومن ساعتها أهل البلد كلها بتغني وبتقول يا بهية خبريني على اللي قتل ياسين. سمير بيقول له هو أنا إزاي معاكم وبتراقب؟ رشدي قال له مفيش حد ما بيتراقبش. وبعدين قبل ما تبقى مهتم بحياة سوريا جلال كده وعاوز تقرب منها، ما تشوف مراتك وعيالك بيعملوا ايه، اسرتك يا سمسم. وهنا بتيجي الصدمة الحضارية لسمير. سمير بيكتشف ان مهيتاب اللي هو عايش عشان يكفي طلباتها ومش عارف، شبه بتخونه مع دكتور التخسيس بتاعها. ومش بس كده، دي بتحكي له عن كل شيء عنه. سمير بيسمع شتيمة ابنه ليه مع صاحبه وقد ايه هو مستقل بيه. سمير بيشوف بعينه بنته وهي بتكلم شاب غريب عنها وبتبعت له صورها كمان. منطقة سمير الأمنة أو اللي كان فاكر إنها أمنة اكتشف إنها حقل ألغام، وإنه طول الوقت ده عمره كله راح على مفيش. سمير بيتخنق وما بيلاقيش منفذ واحد يقدر يتنفس منه غير محاضرة سوريا جلال. فاكر النبات اللي حكيت لك عنه في الأول؟ النبات ده هو زهرة اللوتس. النبات ده ارتبط بحضارة الفراعنة طول ال7000 سنة حضارة. نبات اللوتس كان بيساعد المصري القديم على الخيال. ايوه يا شقيق، الخيال هو اللي خلى المصري القديم يبني حضاره العالم كله لحد النهارده بينبهر بيها وبانجازاتها. الخيال هو اللي خلى المصري القديم يقدم للبشريه كلها حاجه اسمها الضمير. الضمير اللي اتجسد في قانون الاله ماعد. ولكن لما الرومان احتلوا مصر وحاولوا يقضوا على حضارتها زي اي مستعمر ومحتل بيعمل في البلد اللي بيحتلها، ما لاقوش غير حل واحد: يجرفوا نبات اللوتس ويحرقوا كل نبته او زهره بتساعد المصري القديم على انه بس يشغل خياله. والرومان نجحوا في ده. لحد النهارده مراقبينك من غير ما تحس، شغلينك عن عيلتك وحاطينك في بابل من غير ما تحس، معطلين دماغك وبيتحكموا في بتحب ايه وما بتحبش ايه من غير ما تحس. عرفت بقى يا شقيق مين هم الاصليين وليه مش عاوزينك تشغل خيالك؟ وليه اي حد زي سوريا جلال لما هيحاول يشغل خياله هيركزوا معاه قوي لحد ما يوقعوه؟ فاكر حكايه بهية وهوايه جمع الجرايد اللي كلمت